القصة هذا في واحد يقول: سافرت في مهمة لمدة 3 أيام، وفور وصولي إلى الدولة الأخرى اتصلت لأطمن على زوجتي وابني، فأنا لم أتعود فراقهم ولم يتعودوا على غيابي 3 سنوات في عمر زواجي، ولكن للأسف لم يرد على مكالماتي أحد، ومضت 3 أيام وهاتفي لم يفارق يدي. أتصل بدون مبالغة كل ربع ساعة ونصف ساعة ولا أجد جواب. جن جنوني، واتصلت بأخي وأختي يتفقدوا أحوال أسرتي الصغيرة، فطمنوني ولم أصدقهم. واتصلت بأم زوجتي عمتي فطمنتني وأخبرتها أنني أنتظر اتصالهم، ولكن طال انتظاري ولم يتصل أحد. مرت الأيام ال3 ك3 شهور طويلة، وكنت في داخلي أفور من الغضب حينا وحينا أتعجب وأحاول معرفة السبب. وفي كثير من الأحيان يوسوس لي الشيطان بوساوس مرعبة. مرت الأيام ورجعت فيها إلى بلادي، وما أن وطأت قدماي أرض الوطن حتى طرت إلى المنزل، ومن شدة خوفي أخذت أطرق الباب بيدي حينا وبالجرس حين آخر حتى فتحت لي زوجتي الباب، ولشدة المفاجأة فقد كانت في كامل زينتها وأناقتها، واستقبلتني بكل حفاوة وبأبهى حلة، ومن ورائها طفلي وعيناه تتراقص فرحا يركض لاحتضاني، وأنا كالمخدر لا أعرف ما هو السبب. وسرعان ما بدأ الغضب يحل محال الدهشة، فسألت زوجتي عن سبب هذا التجاهل، وقد كنت أقطع سفري وأسرع بالعودة، فقد كانت الظنون تأخذني يمنة ويسرى. فأجابت زوجتي بكل هدوء: هل اتصلت بوالدتك؟ تقول له زوجته: هل اتصلت بأمك؟ يقول: أجبتها ولم أفهم شيء، لا أدري. لا اتصلت بوالدتك لأطمن عليك. قال: اتصلت في أمك أنت عشان أتطمن عليك. قالت: وقد أصبتني في المقتل. رأيت كيف كان شعور قلبك في هذه الأيام؟ هو نفسه شعور والدتك. قالت: رأيت شعورك أنت فينا 3 أيام اللي ما دقينا عليك، ترى شعور أمك هو نفس الشعور أو أكثر، حين تنسى الاتصال بها بالأيام ولا تسمع صوتها إلا حين تبادر هي بالاتصال بك. بعد يلهبها الشوق ويجرفها الحنين وتأخذها الوساوس إن طال الغياب. حاولت كثيرا تنبيهك، تقول لزوجها: حاولت كثيرا تنبيهك إلى أمك، يعني شلون ما تتصل عليها، شلون ما تواصلها، ولكن دون فائدة. فلم أجد أفضل من هذه الطريقة لأوصل لك الرسالة يا زوجي العزيز. يا سلام عليك من زوجه، ما شاء الله. يقول هذا الزوج: طأطأت راسي خجلا من زوجتي الكبيرة عقلا الصغيرة عمرا، وقد فهمت الدرس جيدا. وجدتها تناولني مفتاح سيارتي وتهمس في إذني: جنتك تنتظرك. تقول له: جنتك تنتظرك، اللي هي أمك تنتظرك. يقول: وانطلقت لحبيبتي الأولى أمي، بعد أن علمتني زوجتي الحكيمة درس لن أنساه مدى الحياة، وأنا ممتن لها أن جعلتني أتدارك نفسي والأيام قبل أن لا ينفع الندم. شكرا لهذه الزوجة الحكيمة الذكية، شكرا لأمها التي ربتها فأحسنت تربيتها، شكرا لأمي التي أحسنت اختيارها لي، وشكر وحمد لله تعالى الذي رحمني وأيقظني من غفلتي. أمي وأمهاتكم جنتنا في الدنيا، لا تنسوا وصلهم ولو بمكالمة كل يوم، وهذا أقل القليل، فقلوبهم تنتظرنا وتدعو لنا وتفكر فينا كل حين، ورقت قلوبهم وحنانهم تمنعهم من الاتصال بنا كل حين خوفا من أزعاجنا. أشعر زوجتك وأشعري زوجك إن أمهاتكم هي كنز حياتكم وجنتكم، حتى يعينوكم على برهم
ولا يصرفوكم عنهم. أعينوا أزواجكم وزوجاتكم على بر والديهم، فهذا البر سيعود عليكم وترونه في أبنائكم، ودقائق معدودة في اليوم لن تفعل بك شيئا. انتهت القصة، أشوفكم على خير.